أصعب أنواع ابتلاء وكيفاش تواجهها بحكمة. واش عمرك تخيلتي تلقى حياتك كتقلب 180 درجة في غضون لحظات؟ صحتك اللي كنتي كتشوفها أعلى نعمة كتمشي، الناس عزازين عليك كيتفرقوا معاك، والفلوس اللي كنتي كتحس بيها آمنة كتختفي. هاد اللحظات ماشي مجرد مواقف صعيبة، ولكنها دروس كتشكل الشخصية ديالك وكتبين شحال انت قوي. الناس كبار اللي وصلوا لأعلى مستويات في الحياة كاملين دازوا من أزمات والابتلاءات صعيبة، ولكن الفرق هو كيفاش واجهوها. شنو هما أصعب ابتلاءات اللي كتواجه الإنسان؟ صحة أكبر امتحان الإنسان ملي كيتعرض الإنسان لمرض خطير ولا حالة صحية كتحاد الحياة اليومية ديالو، كيبان كلشي مظلم. الصحة هي الأساس ديال النشاط، وملي كيمشي هذا الأساس الإنسان كيتعلم شحال هو ضعيف وقداش محتاج لرحمة الله. قصة نبي أيوب عليه الصلاة والسلام مثال حي على سنوات طويلة في المرض والضعف، ولكن ما فقدش إيمانه وقال: وأيوب إذ نادى ربه إن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقدان إنسان عزيز عليك بحال الوالدين ولا ولدك صغير ولا الشريك ديالك في هاد الحياة هو واحد من أصعب الابتلاءات. كتلقى راسك في واحد الفراغ كبير وكأن جزء منك ماشي، ولكن الله كيقول كتابه: وبشر الصابرين الذي إذ أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الرزق لحظة السقوط والانكسار. كتلقى واحد النهار مشروع اللي كنتي باغي تكبر به كيطيح، ولا خدمة اللي كنتي معتمد عليها كتمشي. فهاد اللحظة الإنسان كيبدا يشك في القيم ديالو، ولكن الابتلاء في الرزق هو فرصة باش تعرف بأن القوة الحقيقية ديالك تجي من الإصرار والصبر والتوكل على الله. كيفاش تواجه الابتلاءات بحكمة؟ الصبر سلاح الأول ديالك. الصبر ماشي مجرد كلمة، ولكنه قوة داخلية كتخليك تبقى واقف وسط أصعب عواصف. الله كيقول: إن الله مع الصابرين. الإنسان اللي كيتعلم يصبر كيتعلم يواجه الحياة من موقع قوة وماشي ضعف. التوكل على الله والدعاء في الأزمات. الدعاء هو السلاح اللي كيعطيك الراحة والطاقة باش تواجه. ما تخليش لحظة ضعفك تبعدك على الله، ولكن خليك قريب منه، حيث هو الوحيد اللي يقدر يعوضك أفضل مما طاح. تعلم من الابتلاء. كل محطة كتحمل معها درس خاص. واش هاد الأزمات علمتك شحال كنتي قوي، ولا بينات ليك أنك كنت مركز على أمور سطحية؟ إنسان ذكي كيشوف الابتلاء كفرصة باش يطور الشخصية ديالو ويبدا صفحة جديدة. النجاح من الأزمات. بزاف من الشخصيات الناجحة لازم المحن صعيبة. يبدا الإنسان بالفقر أو الفشل، ولكن بالإيمان والصبر والعمل كيحاول الأزمة ديالو نقطة الانطلاق جديدة. الحياة عمرها ما غتكون خايبة من الابتلاءات، ولكن اللي كيميز الناجحين هو كيفاش كيتعاملوا معها. ما تخليش الأزمات توقفك، ولكن خليك ديما كتشوفها كفرصة باش تبني شخصية أقوى. راه ما كاينش شي محنة بلا حكمة، وخلف كل ألم كاين أمل كبير كيتسنى لي. صبر ومتوكل على الله. تذكر ديما مع العسر يسرا. إذا وصلت لنا ما تنساش متابعة ولايك وبارطاج باش نزيد نطور من المحتوى ونعطيك إن شاء الله.